السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غادي نقدم لكم حلوى الوليدات، خصوصا حنا في أيام الدخول المدرسي ومنهنيتي ولفوا أكل الدار ونحاربوا السقاطة. أول حاجة عندنا كأس زيت الزيتون بمقدار 100 مليلتر. ممكن تعوضوه بزيت الكوكو أو بالزبدة البلدية. كأس معمر سكر بمقدار 60 غرام، وتيبقى السكر حسب الذوق. بالنسبة للسكر ممكن تستعملوا أي حاجة متوفرة، سكر التمر ولا قصب السكر ولا عسل ولا دبس، يعني أي حاجة تحليو بها، المهم ما يكونش سكر أبيض. بيضة كاملة، وكيف تنقول ديما ممكن تعوضوها بملعقة دقيق الكتان وثلاث ملاعق ماء، أو ملعقة شيا وثلاث ملاعق ماء. وبطبيعة الحال فاش تنغيروا المكونات تنردوا البال الخليط، ملي تنكونوا تنجمعوا فيه، اما تنزيدوا الدقيق او تنقصوا. ملعقة عرق سوس. تنحاول نضيف الاعشاب الطبية في وصفاتي باش نستافدوا اكثر. وعرق سوس ضفته اليوم لانه تعالج بطانة المعدة، وخصوصا الوليدات اللي سبق وكان عندهم تسمم ولا اي مشكل في المعدة والقولون. وما نسوش بأنه تكافح سرطان الثدي. كأس ونصف بمقدار 150 غرام دقيق القمح الكامل، وتيبقى الدقيق حسب الخليط، يعني نوعية القمح. وإذا بغيتوا تعوضوا القمح بدقيق آخر ممكن، المهم ما يكونش دقيق الأبيض اللي هو الفورص. كأس مع مرش أو بمقدار 60 غرام دقيق الأرز أو نشا أو دقيق اللوز. كيف تتشوفوا هذا هو القوام اللي محتاجين دابا. تنعملوا الخليط في جيب حلواني، وتنعملوا اي شكل حابين. انا عجبني هذا الشكل تيجي بحال القريشلات. البوش هنا طرطق مع بلاستيك رقيق، المهم غيرته بهذا وكملت به الحلوى. ممكن تعملوا دوائر في حل حلق ولا اصابع ولا اي شكل. المهم حنا عندنا الخليط يكون، اللي عندنا مهم هو الخليط يكون صحي، وايضا الطهي حتى هو يكون صحي، يعني ممنوع الفران تاع الغاز. بعد ما تنكملوا كل شيء تندخلوها للفران على درجة الحرارة 150 لمدة 10 دقائق حتى ل 12 دقيقة. ودابا وجدات، شوفوا كيف تجي رائعة وهشيشة. كيف تشوفوا بلا خميرة بلا بيكربونات. نتمنى تهلاو في صحتكم وصحة وليداتكم وتبتعدوا على السقاطة باش ترفعوا لهم المناعة. وكيف تشوفوا وصفاتي كلها بسيطة واقتصادية، وهذا باش نشجعوا بعضياتنا على محاربة أكل المصنعات وأكل الشوارع.
ودابا وصلنا لنهاية الفيديو. نحب نقول لكم شكرا على المتابعة وحسن المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.